ابو تريكة يوجه رسالة مثيرة للاعب الزمالك اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. صرح محمد ابو تريكة نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق على قناة بي ان سبورت تصريحات نارية ضد اللاعب ناصر ماهر. قال ابو تريكة: استوقفني اكثر من نقطة في كلام ناصر ماهر خالفه التوفيق، فيها اولها ان الاهلي مفهوش اساطير زي الزمالك. واشار ابو تريكة: طب بالنسبة لمحمد الشناوي ايه ظروفه؟ طب حارس ده منتخب مصر، حارس منتخب مصر الاول بقاله 6 سنين، واكل الاخضر واليابس مع النادي الاهلي. طب احمد فتحي اللي مقفل اللعبة. واضاف ابو تريكة: اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، واللي ملوش خير في النادي اللي رباه عمر ما هيكون في خير في النادي المنتقل اليه. وتابع ابو تريكة: الكلام ده يخليك تكسب عقول بعض الجماهير لبعض الوقت، لكن صدقني اللي هيخليك تكسب حب واحترام جماهير الزمالك هو تعبك ومجهودك جوه الملعب وتحقيق البطولات، ده اللي هيخليك في قلوبهم للابد. وواصل ابو تريكة: لكن مهما تقول من قصف جبهات وتصريحات عنتريه، لو مستواك مش كويس الجماهير دي اول ناس هتطالب برحيلك عن الفريق. ووجه ابو تريكة حديثه الناري لناصر ماهر قائلا: ما كنتش تقدر تقول الكلام ده وانت في الاهلي، لان ده اكل عيشك. نفس الكلام ده حصل مع كذا لاعب بعد تصريحاته بعد انتقاله لاي نادي بعد ما انتقل من النادي الاهلي. وشدد ابو تريكة: لازم نعرف ان الجمهور ذكي وعارف كل حاجه، الناس هتحترمك لما تكون بترضي ربنا في المكان اللي انت فيه. والجمهور عرف ناصر ماهر من خلال الاهلي، وامام عاشور برضو من خلال الزمالك، فاحترموا عقليات الجماهير.